أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى، حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم نفتحها غلال رضاكم، حي اللي وصل يا حيا. أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى، حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم نفتحها غلال رضاكم، حي اللي وصل يا دكتور كيف الحال؟ بالصحة والسلامة. السلام الملكي. سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً يليق بجلاله، القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على سيد الكائنات ورسول خاتم الرسالات، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير التعليم، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اختتام أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجوار المبارك نستلهم قوافل الإيمان والعلم والسلام التي انطلقت من هنا تنثر عبقها في أرجاء المعمورة. اكتب يا تاريخ،
اكتب يا تاريخ وسجل عن وحدة دول مجلس تعاون خليجنا، وحدة تعانق هامات السحب، وحدة تسابق في شموخها الشهب، وحدة تجلت في عاصفة الحزم، وتتجلى اليوم في لقاء الفكر والإبداع في هذا الأولمبياد بين أبناء الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، في مملكة المسجدين المباركين، وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين الوالد القائد سلمان الخير، فمرحبا بالجميع. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، لمكتب التربية العربي لدول الخليج كلمة بهذه المناسبة يتفضل بإلقائها معالي مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أصحاب المعالي والسعادة، أبنائي وبنات الطلاب، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن القلوب تسبق الأجساد حين تكون لوجهة مدينة رسول الله مدرسة الإسلام الأولى. ولعلي بادئ ذي بدء أرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده على استضافة المملكة العربية السعودية لكل الفعاليات الخليجية المهمة التي يرمون وراءها إلى وحدة الخليج العربي. وحين يرعى هذا اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يصبح أسمى معنى وأبعد هدفا، كيف لا وسموه حاضر في كل عطاء ومتميز في كل أداء على المستويين الإقليمي والعالمي. فإذا كان سموه قد استحق بحق أن يكون رجل العام في عام 2004، فإننا نعيش فصول عطاءاته في كل يوم، وها نحن نشهد في هذه الرعاية الكريمة واحدا من تلك الفصول الزاهية. الحضور الكريم، لست في وارد التذكير بأهمية الرياضيات في بناء الحياة العلمية للأمم، ولا بدورها في صقل العقول وتطوير القدرات، ويكفي أن اسم الخوارزمي عالم الرياضيات العربي قد توج مسيرة العلم وخلدته صفحات التاريخ بأكثر مما خلدت القياصرة والأباطرة. وكم تبتهل قلوب هذه الأمة من أجل ولادة خوارزمي جديد، وما ذلك على الله ببعيد. ويأتي هذا الأولمبياد في دورته الخامسة بعد أسبوع واحد من عقد أولمبياد الفيزياء في مقر المكتب بالرياض، وقبل ذلك بأيام قليلة كان مهرجان الأولمبياد الأول للغة العربية في المركز التربوي للغة العربية في الشارقة، وقبله كانت احتفالية تكريم المتفوقين من طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في الدوحة. وما هذا الزخم في الأنشطة التي ينفذها المكتب إلا خدمة للنشء وتنفيذا لأحد أهدافه الاستراتيجية الذي ينص على تنمية النشء وتعزيز قيم المواطنة. اسمحوا لي أن أتوجه لأبناء وبنات الطلاب المتنافسين: نحن فخورون بكم جميعا لأنكم تمثلون النخبة في مدارسنا، ولا بد من التأكيد اليوم على أنكم جميعا فائزون، ويكفي أنكم فزتم باختيار دولكم لكم للدخول في هذه المنافسة العلمية والتصدي لأسئلة علمية غير نمطية. كما أؤكد على أن هذا الأولمبياد ليس مسابقة بين الدول على الإطلاق، وإنما هو منافسة بين طلبة ينتمون جميعا إلى وطن واحد هو الخليج العربي الكبير. وإذا كان لابد للنتائج من فرض ترتيب وتحديد لمن يفوزون بالميداليات، فإن ذلك لا يعني أن الفوارق الإدراكية والعقلية بينكم كبيرة، ولكن المتغير الأكبر في مسابقات الأولمبياد يكمن في التدرب عليها وإتقان تناول حلولها.
شكرا يا صاحب السمو على الرعاية السامية والحضور الغالي. شكرا معالي الوزير على هذا الأداء الراقي لرسالة التربية والتعليم. شكرا لأولياء الأمور، وأخص بالذكر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي يجسد اليوم الشراكة الحقيقية بين الأسرة والمدرسة. شكرا للفريق العلمي على هذا العمق والتوازن في وضع وإجراء الاختبار. شكرا بناتي وأبنائي على هذا الحضور الوارف للعقول. شكرا لفريق العمل، والشكر موصول للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وعلى رأسها مديرها العام الأستاذ ناصر عبد الكريم وزملائه وزميلاته، ولكل من أسهم في نجاح هذا الأولمبياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، نقدم لكم فيما يلي عرضاً مرئياً يصور مسيرة أولمبياد الرياضيات الخليجي. در في الخليج اليعربي المبهر، وافخر بوحدة أمة واستبشري. دول على الشط العريق تصافحت وتزينت بلآلئ من جوهر. أمة بهوية واحدة، تلك هي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. يجمعها دين واحد وعادات وتقاليد وتاريخ وجغرافيا مشتركة، وتربط أبنائها أواصر عميقة من المودة والقرابة والنسب، بل أنها تواجه ذات المصير. وعلى مدى تاريخ طويل كانت المملكة العربية السعودية وستظل بحول الله ذات ريادة في دعم العمل الخليجي المشترك، بما يجسد تطلعات أبناء المنطقة في كيان جماعي يواجهون به تحديات الحفاظ على الأمن وتحقيق التنمية. ويحظى طلبة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرعاية الكاملة وفق أحدث استراتيجيات التنمية والتطوير، ليكونوا على مستوى المسؤولية والطموح لاستئناف الدور الريادي في صناعة الحضارة التي سبق بها أسلافهم، فأضاءت مشاعلها أركان العالم، وليكونوا بالجهد الصادق والعمل الدؤوب عازمون على الشراكة الفاعلة في صناعة حضارة اليوم، ليكونوا خير خلف لخير سلف. التعليم عندنا في تطور كامل، وهناك الآن تذكرون في الماضي كان يجي معه خطاب يروح يدور المطوع إمام المسجد عشان يقرأ خطابه. الآن الحمد لله ما عندنا واحد أو واحدة إلا تقرأ وتكتب وتتعلم. الجامعات كما تشوفون احنا في كل مكان، في كل منطقة جامعة، جامعتين أو ثلاث. المدارس في كل محل. الأبناء بلدنا الحمد لله، وأنتم مثال له من كل منطقة ومن كل جهة من جهات المملكة. هذاكم الحمد لله تديرون تعليم بلدكم الحمد لله. خليجنا واحد وشعبنا واحد، خليجنا واحد وشعبنا واحد، يعيش يعيش. وتحتفل المملكة العربية السعودية باستضافة الدورة الخامسة لأولمبياد الرياضيات الخليجي في عام 2016 ميلادية، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبتنظيم من وزارة التعليم ومكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، وباستضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة. تحتضن المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام هذا اللقاء المتجدد بين الأشقاء، الذي يجوب دول الخليج بلغة العقل والمنطق وصفاء القلب والروح، ليضيف شرف المكان إلى المناسبة ألقاً آخر يستعيد فيه المشاركون ذكرى عطرة لحضارة إسلامية خالدة انطلقت من عاصمة الإسلام الأولى لتضيء بنورها أرجاء العالم. اليوم نحتفي بطلابنا وطالباتنا من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي دول الخليج، وهم يتصدون لمسابقة في الرياضيات ليست من النوع العادي، ولكنها
تحتوي على مسائل غير نمطية تؤهله الحقيقة للمنافسة الدولية في مجال أولمبياد الرياضيات. يفخر أبناء المملكة العربية السعودية بمشاركاتهم المميزة في أولمبياد الرياضيات الإقليمية والدولية ومنجزاتهم الفريدة غير المسبوقة على النطاق الإقليمي، إذ حصد أبناؤها 76 ميدالية تنوعت بين الذهب والفضة والبرونز في أولمبياد الرياضيات الخليجية والدولية ومسابقات البلقان للناشئين والكبار. ويشارك الطلبة والطالبات في برامج اكتشاف وتدريب تمتد لعدة سنوات بإشراف مدربين محليين ودوليين. الأولمبياد عبارة عن واحة واسعة من العلوم والمعرفة والتنافس الشريف. الرياضيات تمثل جزء مني وهي المستقبل بنظري. الأولمبياد رحلة جميلة مليئة بالصعاب يمكن كسرها بعصا الإرادة. رحلة الأولمبياد رحلة لا تضاهى بثمن. إذا كانت العلوم مبنى فالرياضيات حتكون أساسا. ترحب بكم بلاد الحرمين الشريفين بحجم الحب الذي تكنه لكم. ندعم أبناءنا الطلاب والطالبات في شتى المجالات، ومستقبلنا نرسمه اليوم لنعيشه غدا. صاحب السمو الملكي، أيها الحفل الكريم، يقدم أبناءكم طلاب مدارس المدينة المنورة لوحة فنية وأوبريتا إنشاديا بعنوان عودة الأمجاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في المكتبة أبحث عن كتب في الرياضيات من أجل المشاركة في أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس. دعواتك يا والدي. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيئة مهابة وطلة جذابة ووجه قريب مألوف وكأنك علم معروف، فمن أنت؟ أهلا بك يا بني. أنا أبو علي الحسن بن الهيثم من علماء المسلمين العرب، عالم في الطبيعة والرياضيات، صاحب نظرية انكسار الضوء الأولى. ما أجمل هذه السيرة العطرة، ما أسعدني بلقائك. لقد أحببت اسمي لأنه على اسمك. وأنت أيها العالم الجليل، من أنت؟ ألا تعرفني؟ أنا الذي عينني الخليفة المأمون على بيت الحكمة، ولي إسهامات في علم الرياضيات والجغرافيا والفلك والجبر والهندسة وحساب المثلثات. نعم عرفتك، وبعض قوانينك اعتمدت عند علماء الفلك من فارس والهند. أجل، أنت الخوارزمي. أحسن، أنا أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. كم أنا سعيد بك يا بني. أما أنت فسأعرفك من المثلث الذي بين يديك وهيئتك المعروفة. أنت أبو الريحان البيروني. عرفتني بالمثلث، أليس كذلك؟ بلى، وبه صارت شهرتك عالية وصيتك ذائع. هذا من فضل ربي، كما أنني ماهر بعلم الفلك
وقمت بحسابات مواقيت الخسوف والكسوف وحسابات دقيقة لاتجاه القبلة. ولكن قل لي يا بني، ماذا لديك لتقدمه كما قدم سلفك من علماء المسلمين؟ هل ستستفيد من موروثك التاريخي وتمزجه مع تقنياتك الحديثة لتصنع فارقة؟ كانت الأمم كلها تتعلم على أيدينا، وموائدنا معروضة لهم دون مقابل. أنت أولى بهذه الموائد يا بني، أنت وأبناء جيلك، فخذها بقوة. نعم صدقتم، أنا أولى بموروثي العلمي والتاريخي، وسأعيد أمجاد هذه الأمة العظيمة لتعود كما أراد الله لها أن تكون، خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس. أجل، سنعيد أمجاد هذه الأمة، سنعيد أمجاد هذه الأمة. نحن أبناء الخليج، وحدة عند اللقاء، نحيا دوما في نسمو في ظل الوفاء، نسمو في ظل الوفاء. الإمارات البهية جنة الأرض الندية، روعة الإحساس فيها بالأخوة والحمية، وكذا البحرين حرة حبها في القلب درة، شعبها فيها تنادى للسلام في رضاها، وعمان في بهاها جنة ربي بناها، كم تغذينا هواها فتنة الأرض البهية. أبناء الخليج، وحدة عند اللقاء، نحيا دوما في نسمو في ظل الوفاء، نسمو في ظل الوفاء. وقطر شمس تباهت للعلا دوما تسامت، زهرة في الأرض فاحت كم تغشانا شذا، وكويت الخير تعلو حبها في القلب يسمو، غادة بالحب هامت في روابيها تنام، والسعودية سنا في القلوب قد تبا، قبلة الإسلام فيها والشجاعة نرتويها. بعز تحت راية بناها، قادها سلمان يعلو حازما يبني علاها، حازما يبني علاها، يبني علاها. صاحب السمو الملكي، لوزارة التعليم كلمة بهذه المناسبة يتفضل بإلقائها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، يسرني بمناسبة تنظيم أولمبياد الرياضيات على مستوى الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج أن أنوه بأهمية هذه المناسبة في تشجيع الاهتمام بالرياضيات التي تعد من أهم أنواع العلوم التي عرفت منذ القدم، وقد لا تكون مبالغة إذا وصفت بأنها مفتاح للعلوم المختلفة. ولذا تولي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج الكثير من الاهتمام بعلم الرياضيات وإعداد أبنائنا ليكونوا منافسين على المستوى العالمي في هذا المجال. ونحن إذ نشهد اليوم انطلاق الدورة الخامسة التي تتشرف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باستضافتها، فإننا نأمل أن يحقق أبناؤنا وبناتنا فيها التميز والتفوق بما يعكس الدعم غير المحدود الذي يلقاه التعليم من قادة دولنا حفظهم الله. والأمل معقود بعد الله بكم أبنائي وبناتي لقيادة عجلة التنمية والتطوير في دولنا، فمنكم تنتج الطاقات المبدعة والخلاقة التي تقدم الجديد والمفيد في كل مناحي الحياة. بهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز على رعايته وتشريفنا في هذا الحفل، ولصاحب المعالي أخي الدكتور توفيق الربيعة على مشاركتنا في هذا الحفل، ولأصحاب المعالي والسعادة، وأخص بالشكر سعادة الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج على نجاح المكتب في تنظيم هذه المناسبة سنوياً. كما أشكر سعادة وكيلي التعليم وسعادة مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة على الإشراف والمتابعة لهذا الأولمبياد. والشكر موصول لجميع أعضاء فرق العمل في مكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة على جهودهم الفاعلة في التخطيط والتنفيذ للأولمبياد، والله نسأل أن يكلل الجهود الجميع بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي، نستأذن سموكم الكريم في إعلان نتائج أولمبياد الرياضيات الخليجي الخامس. يسلم النتيجة البروفيسور جيف سميث الميداليات البرونزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائزون بالميداليات البرونزية: عبد الله زيني، ناصر خلف أبو عينين، إبراهيم جعفر إبراهيم، أنس أحمد زيدان، روضة عبد اللطيف الموسى، نوف نبيل الحشاش، مثايل راشد النعيمي، بشرى سعيد الضنعاني، شيخة بنت عبد الله الهاشمية، أمينة عبد الله المنصوري، عبيد خميس العقاد، طيف عدنان الشمري، عبد الله عبد العزيز عضيب، جواهر حمد الكلبانية، عبد الله سالم الجابري. الآن الميداليات الفضية. يتفضل البروفيسور جيف سميث بتسليم الميداليات الفضية. الفائزون بالميداليات الفضية: ماجد عبد الرحمن المرحومي، حمزة طارق حمزة، محمود عباس الوطني، علياء شاكر الشايف، إبراهيم بن جلال بن سعود العبري،
بسنة بنت سعيد الهنانية، سعيد بن راشد الدهماني، وسعيد بن ناصر المزاحمي. الميداليات الذهبية: الفائزون يا صاحب السمو بالميداليات الذهبية: الزبير محمد حبيب الله، ريناد يحيى أبو الجمال، شادن نايف الشمري، وأخيراً عمر توفيق الربيعة. والآن نستأذن سموكم يا سيدي أن يتفضل أبناؤكم بالسلام على سموكم الكريم وأخذ صورة تذكارية لهم. يتفضل أعضاء اللجان المكرمون من اللجنة العلمية بأخذ صور تذكارية مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان. هاي تفضل اللجنة بس خلاص بدون أسماء. الأستاذ الدكتور فوزي الذكير، البروفيسور جيف سميث، الأستاذ الدكتور محمد عسيلة، الأستاذ الدكتور محمد التوم، الدكتور ساندور دبوس، الأستاذ سالم عبد الله النعيمي الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة هدى محمد العوضي مملكة البحرين، الأستاذ حسن نوح المهنا دولة الكويت، الأستاذة نورة بنت إبراهيم الناصر المملكة العربية السعودية، الأستاذ سالم بن عبد الله الخروصي سلطنة عمان، الأستاذة ماجدة محمد درويش دولة قطر، والأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المرشد مكتب التربية العربي لدول الخليج. بناتنا الطالبات، تتفضل الدكتورة هيا العواد وكيلة وزير التعليم لشؤون البنات بتسليم الميداليات والتكريم للجنة المشاركة. أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم نفتحها غلا لرضاكم حي اللي وصل يا حيا. أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم نفتحها غلا لرضاكم حي اللي وصل يا حيا. شرفتوا هنا وهنيا قلنا ارحبوا مثنيا حي اللي وصل يا حيا. يا ضيف انت يا منورنا جيت وجيتك تسعدنا حي اللي وصل يا حي. اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حيا. أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم
نفتحها غلا لرضاكم حي اللي وصل يا حيا. أهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلى حي اللي وصل يا حيا. وسط قلوبنا حياكم نفتحها غلا لرضاكم حي اللي وصل يا حيا. غالي والله انك غالي ما رحبت بك بالحالي اللي انقالها يا حيا. الورد انتثر بقدومك يومك بالمحاني يومك حي اللي وصل يا حيا.